السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض فطير بالسكر. هنعمله بقى من غير عجن ومن غير فرد. هنعمله بطريقة مفيش أسهل منها. هنعمله بالجلاش وهيطلع بالظبط زي الجاهز اللي بنشتريه من بره، مش هيبقى فيه أي فرق خالص، بالعكس هيبقى أحلى من اللي بتجيبوه من بره، طري كده ومورق، وهتجربوه وهتلاقوه زي الجاهز وأحلى كمان. أول حاجة هنجهزها هي الحشوة. هحتاج كوبايتين لبن و3 معالق نشا. كل كوباية لبن بتاخد معلقة ونص نشا. ده يخلي الحشوة بتاعتنا متماسكة، ما تكونش خفيفة، عشان كمان لما تدخل الفرن وتعرض الحرارة مش يسيح مننا أو تخرج من الفتحات واحنا بنقطع. أقلبهم بقى كده على البارد، اللبن يكون بارد معايا. أقلبهم وارفعهم على النار وانا مستمرة في التقليب لحد ما الاقي المهلبية تقلت معايا وبقت في القوام ده. لو حسيت ان هي لسه خفيفة اقدر ازود كمان نص معلقة نشا في ربع كوباية مية. ادوبها الاول على البارد وانزل بيها على المهلبية. ما ينفعش انزل بالنشا على طول في المهلبية وهي سخنة عشان هتكلكل. تعالوا بقى نجهز الخليط بتاع التوريق. احتاج نص كوباية سمنة او زبدة وعلبة زبادي ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. اقلبهم كده مع بعض بس كده. لو لقيت الزبادي مقطع مفيش اي مشكلة، ده طبيعي جدا. هحتاج كمان نص كيلو جلاش. معايا بقى هنا صينية مقاس 28 او مقاس 30. ادهنها بالسمنة كويس جدا من الارضية ومن الجوانب عشان الفطيرة مش تلزق معايا. ابدأ اجيب بقى ورقة ورقة كده، احط نصها في الصينية والنص التاني بره وادهنها بالخليط اللي معايا. اهم حاجة الخليط بتاع التوريق ده بين كل ورقة وورقة، ده اللي بيخلي الفطيرة تطلع مورقة وكل ورقة منفصلة على الورقة اللي تحتها، مش تبقى كلها طبقة واحدة. بس كده انا عملت 3 ورقات بره. هتعرفوا دلوقتي انا عملت 3 ورقات دول ليه لبره. اجيب بقى بقية الجلاش كده وافرده في النص بقى عادي جدا، واتني كده زيادات لجوه او ممكن اقطعها بالسكينة وافردها في النص. اهم حاجة ان انا ادهن بين كل ورقة وورقة بكمية كافية جدا من الخليط بتاع التوريق اللي معايا. لحد ما افرد نص كمية الجلاش اللي معايا. اجيب بقى الحشوة بتاعتنا واحطها بقى في القلب كده بتاع الصينية. اهم حاجة الحشوة تكون بردت او على الاقل درجة حرارتها تكون هديت. ممكن بقى بدل مهلبية احشي بالكاسترد او بالمكسرات. شايفين بقى الحشوة ماسكة ازاي وتقيلة. نكمل بقى فرد تاني لطبقات الجلاش اللي معايا. لو في اي حتة مقطوعة مفيش اي مشكلة خالص، مش هتبان. نحطها في القلب كده. كمان لما الفطيرة بتدخل الفرن وبتستوي الطبقات دي كلها بتاخد من بعضها وما بيبانش ابدا اي حتة مقطوعة. وادهن بقى بين كل طبقة وطبقة كده بالخليط بتاع التوريق. كده انا فردت كل طبقات الجلاش اللي معايا.
سبت بس طبقتين جلاش معايا بره. اجيب بقى الجلاش اللي انا كنت مطلعاه لبره ده وابدا اقفله كده لجوه. عرفتوا بقى انا كنت مطلعاه لبره ليه؟ عشان اقفل بيه الفطيره والحشوه اللي في النص ما تخرجش من الفطيره. وادهن كده بين كل طبقه وطبقه بخليط التوريق. واخر حاجه بقى اجيب ورقتين الجلاش اللي احنا كنا سايبينهم بره، احطهم بقى على وش الفطيره كده من فوق عشان يبقى شكلها حلو كده، والحته زياده ادخلها لتحت وادهن بالخليط. الحته اللي انتوا بتدخلوها لجوه دي لما الفطيره تستوي كله هياخد من بعضه، كل الطبقات هتاخد من بعضها وهتبقى متساويه. بس كده احنا خلصنا الفطيره بتاعتنا. وادهن بقى الوش كده بخليط التوريق، واهتم جدا بالاطراف عشان تبقى طريه. ادخل بقى الفطيره دي الفرن، اكون مسخنه قبلها ب5 دقايق على الرف المتوسط على درجه حراره 180 لحد ما الاقي الاطراف بتاعتها بقى لونها ذهبي. اولع عليها الشوايه لحد ما تاخد لون ذهبي مش اكتر من كده. معايا بقى كمان هنا كوبايه لبن بارده ما تكونش سخنه، احط فيها 4 معالق سكر. ممكن كمان ازود السكر حسب درجه التحليه اللي احنا عايزينها في الفطيره. هنا الفطيره مش فيها اي سكر، فالسكر اللي في اللبن هو ده اللي بنحلي بيه الفطيره. ممكن كمان اضيف سكر في المهلبيه اللي حشينا بيها الفطيره. هنا الفطيره بقى خرجت معايا اهي من الفرن. اول ما اخرجها على طول من الفرن وهي سخنه كده اسقيها باللبن اللي معايا. معايا كمان سكر بودرة، احطه بقى كده على وش الفطيرة على طول وهي سخنة كده عشان تشرب السكر. معايا كمان هنا مكسرات اي نوع بقى نحبه، انا احط زبيب وجوز هند. واخر حاجة بقى كده 3 معالق لبن احطهم بس كده على الوش. اسيب بقى الفطيرة شوية عشان تشرب بقى اللبن والسكر. بس كده الفطيرة بقت جاهزة معايا. انا الفطيرة دي ما بقدرش اقاوم قدامها، بحبها جدا. طريقتها في منتهى السهولة وتكلفتها اقل كتير من اللي بنشتريها من بره. جربوها بالطريقة دي، طريقة سهلة من غير بقى عجن ومن غير فرد، وطعمها هتلاقوه بالظبط زي اللي بنشتريها من بره. شايفين بقى الفطيرة طرية ازاي ولونها ذهبي، تسويتها مظبوطة ومورقة. شايفين الطبقات بتاعتها مورقة ازاي، طبقات مش لازقة في بعضها. كمان من الحلويات اللي سكرها مش عالي قوي.
يعني مناسبة للناس اللي ما ينفعش تاكل حلويات سكرها عالي قوي. شايفينها كمان مورقة ازاي، والطبقات بتاعتها وطرية. انا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. اهم حاجة بقى وانتوا بتعملوها تذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.